السلام عليكم. أوقات كتير جدا وإحنا بنيجي نرصد الحضور بتاعنا بنستخدم طرق كتير. تعالى النهاردة أوضح لك بطريقة سهلة جدا وبسيطة إزاي نعمل رصد للحضور بتاعنا بشكل مبسط، وإزاي نعمل علامة التشيك اللي هي الصح دي، ويعد لك كمان التوتال بتاع الأيام. وبرضه هنستخدم الكونديشنال فورمات بحيث إن هو الطالب اللي غاب نسبة معينة يقدر يعلم لي على الصف بتاعه بالشكل ده. هنا عندنا الأسماء بتاعت الطلبة اللي هيحضروا معانا الكورس أو معانا التدريب، أو الطلبة اللي عندك في الفصل. أول حاجة هنعمل المسلسل بتاعنا، فأنا لو عايز أكتب واحد اتنين تلاتة وهكذا، ففي طريقة بسيطة جدا إنك أنت تقدر تعمل واحد، تكتب واحد وتكتب هنا اتنين وتسلكت عليهم كده وتسحب لغاية تحت. تمام، أو إنك أنت تضغط كليكتين برضه هيظبط معاك. في طريقة تانية برضه أوتوماتيك وأفضل بكتير، فإنك أنت ممكن تيجي تكتب هنا بس واحد، وبعد كده تعلم على المجموعة دي، ومن هنا في الجزء بتاع الفيل هتقول له هنا سيريس، وتحدد له ان انا محتاج ستوب فاليو عند 16 طالب اللي هم اللي عندي، واقول له انتر فهيظبطه لك. في برضه طريقه تانية باستخدام المعادلات، انك انت ممكن تقول له هنا ايكوال، تقول له رو، تفتح قوس، تقفله. لما هتيجي تضغط انتر هنا هيشوف لك ان الصف ده الصف التالت فحط لك 3. عشان تبدأ من واحد فانا هنا اقول له قبليه صفين، فهقول له ماينس 2 علشان يبتدي يعد من واحد. ولما بعمل برضه الفيل هنا هيفيل معايا بالشكل ده. الطريقة بقى التانية الأسهل والأفضل إنك أنت تستخدم برضو الرو، بس تقول له بدايتي من الريفرنس الأولاني ده، وتقول له انتر، وتكرر معاك على الكل. في طريقة برضو تانية أفضل إنك أنت تستخدم حاجة اسمها السيكونس. تمام، بس السيكونس أنا مبفضلش أستخدمها ليه؟ لأن أنا بعد كده هحول الكلام ده لتيبل، فهي ما بتشتغلش مع التيبل. تمام، أوكي. فأنا هنا هقول له سيكونس 16، فهنا حددت له، قال له انا عايز 16 عنصر، فبتشتغل معايا بالشكل ده. السيكونس لما تيجي تحول الكلام ده لتيبل بتعمل لك مشكله، فبالتالي انا هنا مش عايز استخدمها. تمام، نعمل تراجع. هنستخدم بقى الايه الطريقه اللي قلت لكم عليها اللي هي الرو افضل. نفتح قوس نقول له الريفرنس بتاعنا الاولاني ونقفل ونضغط انتر، طبق لي الكلام ده على الكل. بعد كده انا عايز الايام بتاعت الاسبوع اللي هي ايام التدريب بتاعي، فانا هنا اول يوم عندي يوم الاحد، بعد كده يوم الاثنين. طبعا مش هكتب كل الحاجات، لا انا بس هعلم عليهم كده وابتدي اعمل فيل هنا بالراحه اهو. جاب لي كده ايام الاسبوع اللي انا عاوزها، انا عايز لغايه يوم الخميس، حد اتنين تلات اربع خميس كده، تمام. وفي الاخر خالص اجيب التوتال بتاعي. ده كده جدول عندي، هعلم عليه كده بالشكل ده، وهاجي هنا من فورمات از تيبل، واختار شكل الجدول المناسب بالنسبه لي. بعد كده بحدد له، اقول له ماي تيبل هاز هيدرز، علشان انا هنا الجدول بتاعي ليه هيدرز فوق. تمام، بعد كده هنا اقول له اوكي. طيب نعمل بس شويه تظبيط كده صغير هنا، الحاجات دي خليها هنا في الهوم، اقول له هنا ناحيه اليسار. آه، هنا الداتا اللي هتتكتب تبقى في النص، هي سنتر. بعد كده بقى ابتدي اظبط ايه الفورميولا بتاعتي علشان اعد الحاجات اللي تبقى موجوده هنا. طيب هنا بقى لو انا محتاج ان انا احط الحضور بتاعهم، فانا هكتب هنا حرف الايه، اتند. اللي حصل اتند هنا هقول له ايه. فاحنا كده لما عملنا الحروف دي بالشكل ده، فده حاضر حاضر معايا، تمام حاضر. اليومين دول مثلا ما حضرهمش، حضر فيهم يوم واحد. فانا عايز احسب هنا عدد ايام الحضور اللي هو حضرها، فهاجي هنا من ايكوال اعمل علامه يساوي وهكتب كاونت. لو احنا قلنا الكاونت بس، الكاونت بتعد لك الخلايا اللي فيها ارقام. يعني لو خلايا فيها تكست زي ده هو بيعدهاش. طيب خلينا نجرب الكاونت واوريكم الفرق بينها وبين الكاونت اف والكاونت ايه. طيب هنا لو انا جيت كاونت وعلمت على الجزء ده، طبعا احنا ممكن نعدل الجزئيه دي وهوضحها لكم دلوقتي، وممكن تسيبها زي ما انت شايف، زي ما انت شايف كده، وادي له انتر. هنا قال لك صفر، طب ليه صفر؟
علشان هنا مفيش فيه خلية واحدة تحتوي على أرقام. طب لو في استبدلت أنا الحروف دي وقلت له هنا 1، كنترول انتر، هنا عدهم لك بقوا 4، فبالتالي الكاونت مش هتعد معاك الحاجات اللي فيها حروف. خلاص. طيب نرجعهم تاني ايه زي ما هما. يبقى احنا هنا بنضطر نستخدم كاونت ايه اهو. يبقى انا هستخدم بدل كاونت هختار كاونت ايه. هنا عدي لي الخانات 4. طب نفترض في خانة من دول انا كتبت فيها مثلا غين، او كتبت فيها زيرو، او كتبت فيها اي حاجة، فبالتالي هو هيعدها معايا. فهنا برضه انا مش محتاج اعد بالكاونت ايه. تمام. لا، محتاج اعد بس بشرط، فبالتالي هستخدم كاونت اف. فهقول له هنا كاونت اف. تمام. كاونت اف هنا معانا فيها جزئين، جزء اللي هو الرانج اللي انت هتشتغل عليه او اللي انت هتطبق عليه المعيار، وبالتالي لو انت طبقت عليه المعيار ولقيت المعيار بينطبق فبالتالي انت ايه بتعده معاك. فهنا ده اللي هو الرانج بتاعنا او النطاق اللي احنا هنعده. اوكي، وهنطبق عليه الكريتيريا بتاعتنا. طيب الكريتيريا بقى اللي هو الجزء التاني ده اللي هو المعيار اللي انا هشتغل عليه. هقول له هنا كوما، المعيار بتاعي ما بيكون بيساوي حرف الايه، فانا هقول له هنا ايه. كده معناها ان هيعد لي بس الخلايا اللي فيها حرف الايه. اقول له انتر كده معايا. قال لك هنا 4. طب الزيرو دي ما حسبهاش. طب كتبت هنا حرف الام، حرف الاس، اي حرف مش هيعد. طب جيت اكتب حرف الايه فهيعد معايا. فيبقى هنا كاونت اف هي اكتر حاجه مثاليه في الايه، في المثال اللي احنا شغالين فيه ده. تمام. طيب نيجي بقى لجزئيه تانية مهمه. احنا هنا لما جينا كتبنا بالشكل ده، الشكل كده كبير قوي يعني كاونت اف تيبل 7. طب بالمناسبه تيبل 7 ده اللي هو اسم التيبل بتاعنا. طيب اللي هو بيجي متغير من الديزاين، فممكن بدل اقول له تيبل 7 اسميه مثلا ستودنت، اسميه ستودنتس، اقول له انتر. فبالتالي هو هنا هيقول لك ايه ستودنتس. تمام. طيب هل انا لازم اكتب الستودنت وافتح قوس والكلام ده كله، ولا ممكن استخدم من الصم دي للتيوزداي على طول؟ لا، ممكن استخدمها على طول. طب اكتبها ازاي؟ بصوا هنمسح دي كده بقى مع بعض واوريكم بيتكتب ازاي. اول حاجه هفتح هنا قوس. طالما فتحت القوس ده هيجيب لك الاعمده اللي موجوده عندك، اللي هو النمبر والفول نيم والصم. طيب انا عايز العمود كامل ولا الصف الحالي قيمه العمود اللي فيه؟ بمعنى انا محتاج الصف الحالي، الداتا اللي موجوده فين؟ في العمود اللي اسمه صم. فانا اقول له الصف الحالي، يبقى انا هستخدم علامه الات. حلو. تمام. عاوز بقى انهي قيمه اللي موجوده في الصم، فانا اقوم جاي قافل القوس بالشكل ده. يبقى انا كده قلت له العنصر اللي موجود في الصف اللي انا واقف فيه، في الرو اللي انا واقف فيه، تمام، في العمود اللي اسمه صم. تمام. هقوم قايل له الى اللي هي النقطتين فوق بعض، وافتح برضو القوس. انا عايز لغايه اخر يوم، هفتح القوس واعمل له اهم حاجه عندي ان انا علامه الات، علشان يبقى هو عارف ان انا في الايه، في الصف اللي انا واقف فيه. ات، واقول له تيوزداي، واقوم قافل القوس واضغط انتر. فالمعادله هنا اتبسطت بشكل اسهل وابسط. تمام. واقول له انتر. نيجي بقى لجزئيه مهمه. طبعا ميزه التيبل ان هو بيطبق الفورميولا اللي انت بتعملها على كل عناصر الجدول. نيجي بقى نملى الداتا دي مع بعض ونشوف الدنيا ماشيه ازاي. احنا هنا ملينا شويه داتا اهي. هنيجي بقى نحول الكلام ده ازاي تظهر تبقى علامه صح. طب ازاي اخليها علامه صح زي اللي ما انتم شايفين في المثال اللي قدامنا ده؟ بصوا بقى كده معايا هنعمل ايه. هنعلم على دول كده، وهنيجي هنا من الجزء بتاع الفونتات هنختار ويبدنجز فونت. مجرد ما حضرتك هتغيرهم هتلاقي الويبتنجز فونت ظهر لك السيمبل بتاع التشيك زي ما انت شايف كده بالظبط. طيب والله لو احنا حابين نخلي الالوان بتاعه الحاجات دي لونها بالاخضر، فانت ممكن تقف هنا وتقوم مختار اللون الاخضر الجميل بتاعها من هنا، من هنا براحتك. ممكن برضه تختار اللون الاخضر الغامق على حسب ما انت محتاج او زي ما انت عايز. طيب خلينا نعملها اوتوماتيك دلوقتي ونخش على الجزء التاني اللي هو المهم، ان احنا محتاجين الطالب اللي هو نسبته اقل من 3 ايام، يعني اللي جايب 2 او 1 او 0. تمام. الطالب ده يعلم لي عليه بهايلايت كده. ابسط حاجه هتيجي تعلم هنا
على الصف ده كده من اول صف لغايه اخر صف، وهنيجي هنا في الكونديشنال فورمات هنقول له هنا نيو رول. طيب احنا قبل كده قلنا في الجزء بتاع النيو رول ده فورمات اول سيلز، ده هيعمل لك فورماتس للخلايا كلها. طب انا مش محتاج الخلايا كلها، انا محتاج لخلايا معينه. فهتقول طب ما هو انت عندك يبقى كده فورمات اونلي سيلز ذات كونتين. اقول له انهي الكونتين ايه بالظبط اللي اقل من. طب انا لو انا جيت عملتها بالشكل ده، لو انا جيت عملتها بالشكل ده، قلت له اللي هو less than 3، وجيت اطبق الفورمات ده عليه، فهنا هيعلم لك في الخلايا اللي بتحتوي على ارقام اقل من كام، من 3. طيب ده اقل من 3، ده اقل من 3، الخليه دي فاضيه، اقل من 3 من قيمتها بتساوي صفر. ده نفس الفكره. لا ده مش ده اللي انا عايزه، انا عايزه يعلم لي على الصف كله. فبالتالي هنا هنخش ندلت الرول دي، هنقول له هنا كلير للرول اللي موجوده في التيبل ده، وهبتدي اعلم عليهم تاني وهوريكم ازاي نعمل. انا بس بوضح لك الفرق ما بين الاثنين. تمام. بعد كده هتلاقيني اقول لك نيو رول، بس المره دي بدل ما نختار فورمات اونلي سيل اقول له اعملها لي بناء على فورميولا، يوز ا فورميولا تو ديترماين. ايه هي بقى الفورميولا؟ هقول له بتساوي اول حاجه، اول حاجه انا عندي هنا الخليه ظاهره قدامي اللي هي اول حاجه خالص للخليه اللي هي اي 3. حلو. اي 3 دي مره هتبقى اي 3، مره هتبقى اي 5، مره اي 6، اي 7، اي 8، وهكذا. فالصف عندي متحرك، يعني مره السطر الاولاني هيشيك على اي 3، السطر الثاني هيشيك على اي 4، وهكذا. فبالتالي انا لازم احرر هنا الصف، فهتبقى اشيل الدولار ساين اللي موجوده قبل التالت. طيب وبعد كده هقول له ايه؟ هقول له لو القيمه بتاعت الخليه دي اقل من كام؟ اقل من 3، اللي هو الرقم اللي انا محتاجه. لو هي اقل من 3 ايام حضور، تمام، فبالتالي هيعملها لي فورمات وهيختار اللون اللي احنا محتاجينه في الفيل. يبقى هنا فيل هختار اللون ده. بعد كده هقدر اقول له اوكي، اتفضل. تمام. فالخلايا اللي هي اقل من 3 هو علمها لي. طيب خلينا كده نجرب على الجزئيه دي. انا هنا شلت واحد، هاجي هنا اشيل واحد. طيب انا جيت اعمل علامه الصح، قلنا علامه الصح بكتب بس من الكيبورد حرف الايه، وكمان الويب تنجز فونت حرف الايه السمول، معناه انك انت تظهر علامه السيمبل بتاع الصح. اوكي تمام. طب لو في بعضنا حابب يظهر اكس، علامه الاكس، ما تضغطش اكس من الكيبورد، لا دي لانك انت مختار ويب تنج فونت، فالاكس من الكيبورد هيديك سيمبل تاني خالص. علشان نظهر السيمبل بتاع علامه الاكس هنختار حرف الار، الار برضه سمول، وتقول له انتر. فلو انت حابب تعمل الخلايا دي بالشكل ده، اوكي، شوف اللي يناسبك ايه. طب زي ما احنا حسبنا هنا التوتال بتاع ايام الحضور، ممكن نحسب برضو التوتال بتاع الابسنت، الغياب. تمام. طيب احسب الغياب ازاي؟ نفس المعادله اللي احنا عملناها من شويه. تمام. اقول له هنا بتساوي، بس ناخد بالنا هنا نختار الايه الفونت بتاعنا، نفس الفونت اللي هنا. هنعمل هنا فورمات بنتر، علم على طول عشان يبقى نفس الفورمات بتاعتها بالظبط. تمام. حتى هو خد معاك نفس الايه الشكل هنا اهو. طيب هنيجي هنا الابسنت، هقول له بتساوي كاونت اف، وهنفتح القوس بتاعنا. ايه اللي انا محتاجه؟ قلت يا اما اتعلم من هنا على طول او تكتبه بايدك، والاحسن اسهل اكتبه بايدك لان الموضوع بسيط جدا. هقول له هنا الساندي لغايه تيوزداي، والقيمه بتاعته بتساوي حرف الايه الار، انتر. هنا قال لك هو غايب يومين. طيب هنا دول فاضيين خالص اهو. حلو. هنعمل ايه؟ انا عايز اعمل سيلكت على كل الخلايا الفاضيه في المنطقه دي. نعملها ازاي؟ في طريقه سهله جدا تعلم بيها على الخلايا الفاضيه اللي انت محتاجها فين، في نطاق معين. هتقف هنا تعلم على الجدول زي ما انت شايف كده، وهنيجي هنا من الجزء اللي هو بتاع الفايند اند سيلكت، هتلاقي في عندك حاجه اسمها جو تو سبيشال. جو تو سبيشال يعني بيوديك لاماكن معينه. طيب حاجات مخصصه، ايه هي الحاجات الخاصه دي؟ فهاجي هنا على جو تو سبيشال هضغط عليه. طيب هنا بيقول لك ايه، انا عايز الحاجات اللي فيها النوتس، لا عايز الحاجات اللي فيها ايه، بلانك. حلو. بلانكس يعني فاضيه، فيبقى انا قلنا جو تو سبيشال واختار من هنا بلانكس، بحيث ان هو يحدد لي الاماكن الفاضيه. فاقول له اوكي، فهو هنا اوتوماتيك حدد لي الاماكن الفاضيه.
بضغط الزرار واحده هضغط ار، ومن الكيبورد هقول له كنترول وانتر، هيحطهم لك في كل الايه الخلايا الفاضيه في النطاق ده. فاصبح هنا انت عندك الايه عمود خاص بالغياب، عمود خاص بالتوتال بتاع الحضور، وعندك هنا كل ما بيتغير حاجه بايه بتظبط معاك، وبيعلم على الصف اللي فيه الطالب جايب اقل من ايه من ايام الحضور بتاعه. في كده يعني لو اي حد من حضراتكم مثلا عنده استفسار او حاجه ممكن تكتبها لنا في الكومنتات. طيب، لو احنا محتاجين نعلى شويه بالموضوع ده، يعني انا كده مثلا كل شويه بكتب هنا مثلا اكس اهو، هنا مثلا هكتب ار، تمام، تاني هنا اللي هي الاكس اللي هي حرف الار، الار بيديك اكس، تمام. هنا مثلا حرف الاي، خلاص تمام. الشخص ده انا عايز احضره اهو، الشخص ده هعمل له حرف الاي اهو عشان يتحضر، تمام. طيب، يزال ان احنا هنا كل شويه بنضغط على السلم وبعد كده نكتب، نضغط ونكتب. هل في طريقه اسهل من كده ممكن تدخل الداتا دي بسرعه؟ اه، ان شاء الله تابعنا في الفيديو اللي بعد ده على طول. هوضح لكم ازاي نستخدم الكنترولز علشان نعمل طريقه سهله زي اللي ظاهره قدام حضراتكم دي، تمام. ان انا هنا اضغط فيقدر يعلم لي على، طبعا هنا بزرار واحد يقدر يعمل لك الجزئيه دي. الطريقه اللي احنا عملناها لكم دلوقتي دي بدون كود خالص، تمام. لو حابين نستخدم الطريقه اللي فيها كود دي طبعا الطريقه بتبقى افضل. تابعونا في الفيديو الجاي وانا هوضحها لكم باذن الله. ولو في اي استفسار او في اي حاجه حضراتكم اكتبوا لنا في الكومنتات وهنجاوب عليكم في فيديوهات قريبه ان شاء الله. سلام عليكم.